شجرة النكتارين تاعت نسرين، بس أنا سميتها على اسم بنتي صراحة لأنه بنتي بتحب النكتارين. مرحبا يا جماعة، كيفكن يا أهل الخير؟ معكن نسرين، مغتربة لبنانية عربية عملت ضيعتها الحلوة بالاغتراب لأتذكر لبنان وجذور الوطن. هون أنا قاعدة بين الزعترات مثل اسم أبدا قناتي، وهون درقاتي هولي كلهم فيكن تشوفون بالجزء الأول اللي عرضته بالحلقة السابقة. هيدا الدراق كتير طيب، طعمته كتير مثل دراق لبنان. وهون عريشة العنب اللي زرعتها أختي كمان مغتربة مثلي، اجت لعندي زيارة وزرعت لي هالعنب. بهيدي الحلقة بدي أعرفكن على الجزء الثاني عن جنينتي. بقناتي في كتير تنوع. كمان أنا الباك جراوند اللي إلي صحافي، فكمان بدكم تتوقعوا شوية مواضيع ونقاشات بهيدي القناة. تابعوني وأكيد معي ما حتزهقوا لأنه حيكون في كتير تنوع. جولة تعريفية صغيرة عن جنينتي وشو زارعة فيها. اللي زرعته كبر، بس في حلقة متسلسلة عن كل شي زرعته حابة أنا أعرضهم على قناتي إذا بتحبوا تشوفوهم. كل شي من مرحلة الزراعة، كيف بلشوا يكبروا، للسقي، لحلش الأرض، شو كنا عم نعمل استراحات وناكل. وهي ترويقة الفول بتشوفوها بالحلقات الجاية، ما تقولوها عم حرقسكن، كله حتشوفوه معنا. تينة طليانية بتحمل تين لونه أسود غامق، يعني جاي هيك عموف. التين اللي إلها كتير طيب، قريب للتين العسلانة تبع لبنان. أنا بستفيد من كل المساحات حول البيت يعني. فمثل هون، هو ما صار لهم شهر زرعناه هون. كمان صورت لكم كل شيء من الطقطق للسلام عليكم، كيف زرعت وكيف قصيت البطاطا وكيف زرعتها. ليكوا اسم الله، هاي كلها بطاطا هون. في هون عندنا مردكوشه، هلا بعرف فرجيكم اياها، او مردشوش. هاي للكبه، اهل لبنان كثير بيستعملوها للكبه، كبه النيه، بهارات الكبه يعني. حفرجيكم البطاطا كيف صارت. بكره بدي اعرض الفيديو هيك كيف عم بزرعهم وقد ايه كانوا اول ما بلشوا يطلعوا. شفتوا هيدول كلهم يعني عندي وعاء بلاستيك كلهم. ليكوا قد ايه عملوا، يعني بتوفروا مساحات. يعني على البلكون عندكم فيكم تزرعوا هيك. وهيدي اللي قلت لكم عنها حبيبه قلبي، المردكوش او المردشوش. حبيبه قلبي، ها بتذكرني بلبنان. هلا جينا لشو؟ لنجاصه. هلا فرجيكم اياها. هيدي نجاصه نقيتها من النوع، كمان طلبناها اجتنا بالبريد. هيدي نجاصه من النوع اللي كتير فيه مي من جوا، مش ناشفه يعني، وفيها مي من جوا، جوسي بنقول. هي نجاصه. ليكم احلى اسم الله. شايفين؟ هاي وحده، هاي تانية هون كمان فوق. بدنا نعربش هيك صرنا. هيا شايفينها؟ هاي تانية. المشكلة هون ليكو هون في وحدة كمان هون. هياها شايفين؟ المشكلة هون لقيت وحدة كأنه مثل المضروبة. هيدي شفتوا هيدا نوع العفن، بدي شيلها لأنه ما بدكن تأذي الشجرة. هيدا مثل نوع العفن اللي بيصيبها. شايفين؟ ما بعرف إذا مختتها الكاميرا. شفتوا كيف بيصير؟ هيدا عفن. قالوا لنا بيجي من هيدا الشجر اللي عند جيراننا تحت، اللي مثل السرو. شايفين؟ هيدي الجارة شو عندها. بعدين بحكيكم قصة هيدي الجارة. مغامراتنا مع الجيران الأمريكان. شفتوها؟ ها هي. عندكم هاي اللي صورت لكم اياها، قلت لكم شجرة الكوكتيل اللي نص دراء ونص خوخ. وفرجيت كمان صورت لكم حلقات عنها، ان شاء الله بتبقوا بتشوفوها تباعا. عندي هون ورد تحمل الوان اصفر وابيض. ما بعرف اذا مصورتها هي وحامله كلها، بتجنن اسم الله. وهيدا الجوري الاحمر، انا كتير بحب الورد. ما بعرف اذا مبينه، في ورد هون فوق. كان لازم صورها يعني قد ما فيني. ها انا بعيد شوي. وهيدي التينة الكبيرة، اكبر تينة هيدي من تين الولاية هون. كمان طعمتها مثل العسلانة. وهون الفريزات اللي زرعتن، وما بعرف اي حيوان اكل اثنين وترك لي اثنين. يمكن الغزال هو اللي. وهالعريشة تحتها. هون عندي هيدي الفريز اللي زرعته هون وهون. وهيدي عريشة، هاي شكلها كمان العريشة عم تعمل منيح. وهيدا للعصافير مشان ياكلوا. كان الدبور عامل فيه هيك بيت للدبور جوا، فما بعرف، الظاهر راح. وهيدا الفريز مثل ما انكم شايفين. ليكوا الفريز ما احلاه هون. يلا هلا بقرب فرجيكم اياه. ليكوا ما احلاهم هون بس تزرعون هيك تبينوا. ليكوا فريزاتي او الفراوله بتقولوا لهم، ما هيك. ليكوا اسم الله. شايفين؟
وهون كله هيدا عملون هيك ليبينوا لأنه كمان في ورق أحمر. هيها شفتوا ما أحلاه؟ هي هيدول بقى أكلهم شي حيوان، يا الغزال يا الباسم، بدي أجيب غيرهم. وهيدي العريشة. شو رأيكم ندوق وحدة سوا هلأ؟ يلا خلينا ندوق. أنا حضرت المي مشان بدي أغسلها. ليكم ما أحلاها. حشيل هيدي اللي فوق. هيا يخزن عين، عن جد يخزن عين، بتجنن طعمتها غير شكل. بتحسوها اورجانيك طبيعيه، الحموضه مع الحلاوه اللي إلها غير شكل طالعه. يا ريت كترت شتل. بدي بقى انا ازرعهم بالارض وشوف. انا شفت عند ناس كمان، صورت لكم كيف زارعين الفريز وكيف مغطينه مثل بشبك، نقول نحن مثل ناموسيه شاش هيك. ساعتها ما بيقرب ليون هيك الحشرات والدود وهالقصص. حتى في هونيك بين النعنع عندي وحدة ستروبري، بدي شيل النعنع من حواليها. وانا على فكرة هيديك السنة عملت بعدهم لهلا هالسنة كمان مربى الفريز كتير طيب وبنحبه. ما تنسوا كيلو فواكه كتير، الفواكه كتير مهمة. النكتارين هلا بدي اعرفكن عليها. شوفوا هيدا الحيوان يمكن غزال ماكلها للنكتارين. هيا النكتارين ليكو اسم الله. شوفوا قديش محملة. ليكو مثل التفاح طالع منظرهم، بيجنن اسم الله. غير شكل هيون شايفينه مثل التفاح طالعين. هيدي اسم الله محملة منيح، بس عليها شي عم ينقرا، بدنا نرجع نرشها. يمكن ما بعرف، انا ضد الرش يعني، بس اذا عم نخسرهم بدنا نغسل منيح، ما نجيب شي كتير يأذي كمان. هيون شايفين اسم الله. هيدي الشجرة محملة كتير. نكتري هو اللي بيجي مثل الدراء البلا وبر يعني، عرفتوا؟ وعندنا هون لفرجيكم بس هيدي توتة او رازبري بيقولولها، برية طالعة، قصقصنا منها. هي كله كان توت هون شلناه. هيا شايفين، وفيها شوك هيدي. فمثل ما نكون شايفين هاي وحدة منا بس بتصير. شايفين اللون؟ جرب اكلها. حامضة. هلا هيدول بدي فرجيكم اياهم. زروا شو هي. انا زرعتها قبل وزبطتها امبارح، كلها شلعت كل الهشير اللي طالع بيناتهم الحشيش. وفي وراي ضلت شي ساعة ونص اشتغل فيها هيدي. بس هيدي القرنة هون اللي هي شو؟ الملوخية يا جماعة. هيدي الملوخية جبتها بذر مصري وزرعتها. فخبروني مين بيحب فيكم الملوخية وكيف بتعملوها؟ ناعمة ولا يابسة أو خضرة مثل ما هي؟ يعني نحن ما بنطحن أهل لبنان، بس أهل فلسطين بعتقد والأردن بيطحنوها، سوريا لا، لبنان لا. انتو معي فريق؟ يلا لنتخانق. بدي فرجيكم. شفتوا هيا احذروا شو هاي. فرجيكم متنبت. وانا شلت كل شيء من بيناتهم هشير لحتى هلا بدي ارجع كمان زيد بذور. يلا بما انه وعدتكم فرجيكم، لفرجيكم التفاح. بلش هاي التفاحة اسم الله فيها يعني فيها محملة، بس التاني اللي أكبر منها مش محملة. ما بعرف شو هالسر. هيا محملة هون وحدة هون وحدة، كأنهم عم ينقصوا. والله ما بعرف إذا هالغزلان عم يجوا ياكلوا. هاي وحدة بقى كمان، هي ما تنسوا لونها أخضر فبتعمل كاموفلاج مع الخضار. هاي وحدة هون كمان شايفين. هيديك الكبيرة ما محملة قدها، هيدي اللي هونيك مش محملة صراحة هالقد. هيدي أصغر. يا جماعة مثل ما انكم شايفين هيدي التفاحة تفاحة صفرا. ما بعرف في وحدة هون مش منيحة، يا خوفي تكون عم تنضرب. بس لحد هلا شكلها ماشي حالها. انا اكلت منها هيك السنه كتير طيبه. بتيجي طعمتها هيك حامضه على حلو كيف الجراني سميث ابل. وهيدي طيبه بعتقد كتير اذا بينعمل فطير تفاح فيها. فان شاء الله اذا طلع منيح تفاح بنعمل فطير التفاح سوا. هات لنشوف هون اعمل لكم برمه. هيدي الاناناس زرعها زوجي من كم يوم. هيدي حبق التايلاندي، هيدا بقدونس. هاي كله كمان مسجل لكم كيف انا زرعتها بالضبط.
هيدي البقدونسة ماتت، ما بعرف تركتها هلّأ. هون كنت أنا زارعة اليقطين والبطيخ قبل ما أنا أنقله. هيدا النعنع هون نعنع لبنان. هيدي البطاطايات الصغار هون، البطاطايات السطل الصغير ابني زرعهم، خلّيته يزرع هول البطاطا. أنا بلاقي إنه كتير مهم إنه نشرك ولادنا بالزراعة وبالأرض برّا، بهيدا العصر اللي صارت التليفونات هي كل شي، الgames هي كل شي. كتير منيح يعني نعوّد هالولاد على هالعادات الحلوة. أنا كنت أقضّي مع ستي وجدي بالضيعة كتير وقت، أيام الطفولة وأيام المراهقة كتير وقت، فهالشي تشرّبته. سبحان الله الواحد ما بينتبه هالشي إلّا لمّا يترك بلده ويطلع بيلاقي كل هالأشيا اللي عاشها بالفعل إنه امتصّة، كل عادات هالقِيَم إنه امتصّة الواحد بدون ما يشعر بصير بده يطبّقها على ولاده يعني. فالحمد لله عشنا بزمن كان أحسن بكتير من هالزمن، بالنسبة للترابط العائلي، للمساعدة، للجيران. فالله يعيد هالأيام الحلوة وبلدنا لبنان يتحسّن ترجع ضياعنا الحلو ويرجع يتعمّر كل شي يا ربي. ما تنسوا بدي بلّش سلسلة الزراعات إن شاء الله، تابعوني. إذا بتحبوا تشاركوا هالفيديو كمان لأصحابكم إذا بحبوا هيك محتوى. أنا حانقل حياتي متل ما عايشتها بالغربة كامرأة لبنانية عندها عيلة بتربي ولاد وبتشتغل بتزرع وبتحافظ على صحتها، لأني بحب الرياضة كتير. أنا كتير بشجعك إنك تعملي رياضة، تعملي وقت لنفسك لو مشيتي حول بيتك يعني، لو رياضتِك من البيت. حتى الرجال بشجّعُن إنه كمان يهتموا بصحّتُن، لإنه الصحّة هي أغلى شي ممكن نحن نحافظ عليه لنستغني عن كتير شغلات ممكن يعني نعوزها بالمستقبل، حتى لنستغني عن مساعدة الآخرين، لإنه نحن بس نكون قادرين إنه نشيل حالنا من كل شي، يكون عندنا الصحّة والقوة الجسدية، حتى ولادنا بكرة بدّن يتزوّجوا ويكبروا ويتركونا متل ما نحن كمان بعدنا عن أهلنا. فبالاقي الصحّة كتير مهمة. الصحة الجسدية والصحة النفسية. أنا صراحة صحتي النفسية هي اللي بتأثّر لي جدًا على صحتي الجسدية. يالّا باشوفكن بخير وأحلى التحيّات من زعتر نسرين. ما تنسوا زر الجرس فعلوه لتشوفوا دايمًا كل جديد. وتوتة توتة ما خلصت الحتوتة.